ماذا تقول المادة 88 من الدستور؟ من عندك واش تقول؟ من أين سألتك أنا سؤال؟ واش تقول المادة؟ تفضل. أنا سألتك سؤال. هي تفضل المادة 88 من الدستور واش تقول؟ يا مشاهدي الكريم، مشاهدي قناة الجزائرية تتابعون، سألته عن ماذا تقول المادة 88 من الدستور، لا يريد أن يجيب. ماشي لا أريد أن أجبني، ماذا تقول المادة 88؟ ماذا تقول المادة 88؟ أنا أتكلم حاليا يا سيدي عن المجلس الدستوري. ماذا تقول المادة 88 من الدستور؟ وكيفية المجلس. أنا أتكلم لك عن المادة 77، نتكلم لك عن المادة 88، نتكلم لك عن المادة ماذا تقول المادة 88 من الدستور؟ أنا اليوم ماشي جاي نناقش في الدستور. أنا كي نكون ناقش في الدستور نجاوبك على الدستور. أنا نناقش أمر حالي هو يودي رئاسة الجمهورية والمترشحين تاع رئاسة الجمهورية. أنا ترشحت رئاسة الجمهورية، سألتك سؤال، جمعت التوقيعات، نعم. مشيت فيرسيتها الرئيس الجمهورية. جيد. ومقتنع تم القناعة بيا بزملائي بيا بالناس اللي معايا. جيد. مشيت معاهم في هذا الإطار. جيد. نهار اللي تحب تناقش الدستور دير جلسة أخرى ونناقش معك الدستور. أهلا وسهلا بك. أنت مترشح كنت مترشح بالأمس فقط، كنت مترشح إلى غاية لا الأمس. إلى غاية الأمس كنت مترشح ولم تجبني لحد الساعة. ماذا تقول المادة 88 من الدستور؟ قلت لك يوم تريد مناقشة الدستور الجزائري. يعني لا تعرفها؟ لا أعرفها. أعطيني لا أجيبك عنها لأني لست هنا ماشي حصة تاع مناقشة الدستور. صحيح، معليش. أنت راك هنا على بال حصة أنت رئاسيات، راك تتكلم على بال رئاسيات. اسمح لي صديقي. لماذا؟ لأن المادة 88 خليني نقول لك. خليني نجاوبك. أنا قلت لك مانيش راح نناقش هنا، مانيش راح نناقش الدستور. نعم. أنا نناقش في رئاسيات، وقلت من اللي مترشح مشى ما عملوش نفس الدستور المجلس الدستوري. أتدري لماذا سألتك على المادة 88 سيدي الكريم؟ إن كنت تجهلها أقول لك بأن المادة 88 لها علاقة بما حدث في المجلس الدستوري، لأنها لها علاقة بالوضع الصحي للرئيس بوتفليقة. هل أنت شيات أم طماع أم أنت رجل مواطن عادي؟ أنا رجل مواقف، والمواقف يسجلها التاريخ بسجل من ذهب. لست شياتا؟ أنا قلت لك الشتاء مشيت مع فرنسا. شكرا جزيلا لك شكرك. سيدي الكريم عبد القادر الشداد على هذه التحليلات والمواقف. يعطيك الصحة ولا بالتوفيق لك في مسارك المقبل. لكم أنتم أن تحكموا على هذا أو ذاك وتحكموا علي كذلك. أنا جير بالقاسم أحييكم، ونلتقي غدا بحول الله في نفس التوقيت وعلى نفس القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.